كل سنة وحضرتك طيب بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الناس اللي بتقول لي بنتي إخوانية وأنا مش هتكلم بس في الموضوع ده تاني. قربي لي الكاميرا ليندا. صورة حضرتك يا ريس وراها آية الكرسي. صورة حضرتك يا ريس وراها صورة بنتي. الناس اللي بتقول بنتي إخوانية، ها، أنا ماليش في سياسة وما بفهمش فيها وما أحبش أفهم فيها، لكن أنا أيام الثورة كانت بنتي عندها 5 سنين للجان اللي بتدخل. دي صورتي انا، صورتك يا ريس. مش انا بس اللي عملت كده، 3/4 الشعب المصري في 2014 عملنا السلاسل دي وجبنا صور حضرتك وعلقناها في البلكونات وعلقناها في البيت. انا نعمة مهدي الممرضة درجة اولى اللي كنت راجل في بيتي، دلوقتي انا وبنتي بنموت من الجوع، بنموت من الجوع. يا دكتور مدبولي صليت العيد الحمد لله رب العالمين، الله لا يتقبلك ولا يقبلك. تلجت ايه؟ عشان رئيس الوزراء اللي بيحابل وزير الصحة الحرامي. وزير الصحة يا خالد يا عاطف يا عبد الغفار يا حرامي، رحت تحج دلوقتي، ربنا لا يتقبلك ولا يتقبل منك. انا نعمة مهدي اللي بلغت عن فساد بالمليارات، جبت الاجهزة الرقابية في الدولة المصرية اكبر قضية فساد لو اشتغلوا فيها بضمير كان وزير الصحة ده المفروض لابس الكلابوش دلوقتي. انا اللي بقيت مسخ، انا نعمة مهدي اللي بقيت مسخ وعبرة لكل غلبان. يا غلبان لكل الغلبان في الشعب المصري، اوعى تفتح بقك، لو شفت حرامي طبطب عليه كده وسيبه يمشي بشيلته. فما بالكوا انا بقى بحظ السواد اللي يطلع الحرامي وزير. انا حظي الاسود يطلع الحرامي وزير وحواليه مافيا كبار، اقل واحد فيهم اندرو الخواجه المعفن. يمين بالله العلي العظيم انت اقل واحد فيهم يا اندرو يا خواجه. انا بكلم هنا مدير امن اسكندريه كمان، ايه رايك في ظباطك بتوع اسم الدخيله اللي حابسيننا انا وبنتي الحبسه السواد دي؟ بلطجيه اسم الدخيله. اما يبقى عندك مشكله عند حد ما تروحش تاجر بلطجي، اجر ظابط. حضرتك فين يا ريس؟ انا سمعت كلام حضرتك، اللي هيقرب من الدوله دي هتشيله من على وش الارض. انا سمعت كلام حضرتك وبلغت عن الفساد، انا وبنتي اللي بنموت. انا معتقله انا وبنتي هنا، خلاص الشهر التاسع هيقل علينا. بقيت مسخ زي ما انتوا شايفين، انا بقيت مسخ، بقيت عبره لكل غلبان عشان ما يفتحش بقه. حضرتك فين يا ريس؟ يا جماعه موتوني بكرامه انا وبنتي، خلاص مفيش عندكم، هما تكتين انا قلت، لكن بالطريقه دي انتوا عايزين تعملوا فيا ايه يعني؟ مسخ، بقيت مسخ خلاص. واقسم بالله العلي العظيم لا هتذل ولا ثقتي في الله هتهتز ولا هتراجع عن كلامي، وهفضل لاخر يوم في عمري وزير الصحه خالد عاطف عبد الغفار حرامي، ورئيس الوزراء مدبولي بيتستر عليه. يا دكتور مدبولي طلعت نعمه مهدي.